انا كنت ايه بقول انا ادفرتايزنج ايجنسي كامله، بعمل حتى اعلانات التلفزيون كمان. الكلام ده امتى؟ الكلام ده في 2009 وانا شغال بطولي بس. فكنت بعمل كل حاجه بس هي في الحقيقه ان انا كنت عندي علاقات كويسه، فاي حد بيطلب اي حاجه انا عارف انفذها عند مين. المهم ساعتها كان في حد عايز اعلانات اوت دور، ولقيت ان اعلانات الاوت دور تكلفتها عاليه قوي قوي، والتراخيص بتاعتها تكلفتها رخيصه. فانا كنت عايز اجيب اعلانات اوت دور، بس ساعتها كانت المحافظه القاهره كل المحافظات كانوا قافلين التراخيص، لحد ما حصل وايه حصلت تغيير في المحافظات كده، وبقى في محافظه حلوان. فلما جم عملوا محافظه حلوان فبقت في محافظه وفاتحين الاعلانات، فانا ايه يا سلام ما صدقت يعني. فروحت دخلت للموظف كده، والله هو الموظف قال كده للموظفه اللي شغاله عنده مدير او حاجه، لا خلصي الواد ده عشان شكله غلبان، خلص لي الورق وكل حاجه. فانا كنت رايح وعارف ان الترخيص المتر ب 100 جنيه، فراح قايل لي ايه الترخيص المتر ب 200 جنيه. قلت يا نهار الضعف، مش مشكله بقى، ورسوم ايه ومش عارف ايه وبتاع. فبدل ما كان التراخيص ب 2000 جنيه، التراخيص ب 4000 جنيه. قلت يا دي الخيبه، 4000 جنيه مش مشكله، ايه هنعرف نتصرف فيهم. فقال كده تمام ماشي، وفي 20000 جنيه حق انتفاع. قلت له 20000 جنيه ايه يعني 24000 جنيه في الاعلان. فطبعا ده رقم بالنسبه لي ضخم جدا. الجنيه الذهب ساعتها كان تقريبا ب 2000 جنيه، رقم كبير قوي. والترخيص يعني ايه الترخيص بقى واقف على الدفع. فانا ايه مش عارف اعمل ايه، والفرصه هتضيع، ما هو اصل لو حلوان دي قفلت كمان خلاص انا كده كل سنه وانت طيب مش عارف ايه. فلقيت ايه قلت طيب انا هجرب ابيع الاعلان من قبل ما اشتريه اصلا يعني، وان شاء الله حتى اللي هيشتري الاعلان انا هديله بربع بتكلفته بس، وبجبت الاعلان واعرف ابني عليه يعني. فرحت للشركه ولقيت لهم حاطين لي اعلانات اول دور كده في الطريق، فرحت مكلمهم، فراح المدير قال لي ايه خد تعالى هنا تعالى. المهم رحت له، فايه هو ايه يعني بص لي كده ده مش منظر، قال لي انت فين قعد يسال في تفاصيل كده. فهو بعد كده بيحكي قال لي انا فهمت اصلا انت كلك على بعضك كده واحد بلابتوب وخلاص، بس انت ايه عندك يعني محترم يعني مش ف... فهو راح عرض ايه، وطبعا الاعلانات فكست يعني خلاص انتهى موضوع الاعلان اول دور ده. بس هو قال لي ايه انت بتعرف تصور؟ قلت له اه طبعا بعرف اصور، انا بعرف اشتغل فوتوشوب كويس، وعندي وحدات اضاءه وعندي كل حاجه. فقال لي تعرف تصور لنا الفرنتشر عندنا؟ فهي شركه فرنتشر يعني. قلت له تمام يا نهار ابيض نصور، فيلا بينا. فايه قلت له طيب انا ممكن اعمل حاجه تانية. صورت له فعلا حاجه بسرعه كده، ورحت واخد الفرنتشر دوت، هم كانوا فارشينه كده من غير مراتب بالمولل كده محطوطه ومش عارف ايه، ورحت ايه مركبه على صوره بديكور وظبطت له التظابيط كلها. فشاف الحاجه قال يا سلام ده 10 على 10 يا معلم. فايه قال لي طب يلا احنا انا عايزك تاخد كل المنتجات اللي عندي تعملها بالشكل ده. خبر انا بقى بالنسبه لي ايه دي اول شغلانه. انبهرت يعني، هي كانت شركه كبيره ما شاء الله يعني. فقال لي هتاخد كام في الصوره؟ فانا مش عارف صح كام يعني. فرحت قلت له ايه 500 جنيه. فقال لي لا تمام الشغل اللي انت هتعمله ده 200 جنيه في الصوره. لا ومش ليه انا اساسا ما يعني قشطه يعني بالنسبه لي ده ما كانتش برضو فلوس قد ما كانت ان انا هاخد شغلانه محترمه يعني، وشركه كبيره. فقال لي طيب بص ده تمام الشغلانه بتاعتك. هو شافني انا بقى غلبان وبتاع، فقال لي انا هدخلك عند المشتريات دلوقتي، هتقول لهم التكلفه 300 جنيه، هيفصلوا معاك، هتقف عند 200 جنيه وما تنزلش عن الرقم ده. قلت له عيب عليك يا باشا، انت بتتكلم مع مين؟ المهم دخلنا عند المشتريات فعلا، احنا 300 جنيه في الصورة. قال 300 جنيه ايه بتاع. المهم قعدوا يفصلوا معايا يمين شمال يمين شمال فوق تحت ده هنا، وصلوا معايا للصورة ب 20 جنيه. والجميل في الموضوع ان انا وافقت. ما انا مش فارق معايا، انا ساعتها فارق معايا ان انا اشتغل يعني. فطبعا انا اليوم ده كان صعب جدا، لان انا ما كنتش عارف ان في حاجه في الحياه كده اصلا. ده كفر يا جدع، انت بتنزل من 300 جنيه ل 20 جنيه ده ايه ده؟ فبعد ما خرجت المدير بقى كان بيلطم والله بيلطم، ايه اللي انت هببت ده؟ انا مش قايل لك ما تنزلش قلت له ما هم ما كانوش هيوافقوا. قلت له مش هيوافقوا، انا اللي هوافق ايه ده؟ ف فبعديها راح المدير قال لي بقول لك ايه، سيبك خالص بقى من اللي انت بتتكلم فيه ده، تعالى اشتغل معانا.
فقلت له لا معلش حضرتك انا الشغل الخاص بيكسب اكتر يعني. قال لي تنيل على عينك بقى انت، خلاص انت تودي نفسك في داهيه اساسا. فقال لي بص انت تعالى اشتغل معانا، هتتعلم وبعد كده ما تنزل في السوق تبقى فاهم اكتر. ففعلا اشتغلت معاهم وكنت مسؤول الدعايه والاعلان، ودي كانت افضل فتره عندي لان انا كنت بقابل شركات الاعلانات. فانا اي موقف كنت بتحط فيه كنت بقوم ايه احط بتوع الاعلانات اللي قدامي فيه. واتعلمت بقى ازاي بتوع الاعلانات بييجوا يبيعوا طرق البيع، واحنا لما بنقرر نشتغل مع شركه اعلانات بنقرر على اي اساس. فالموضوع ده بنى الحمد لله معايا تجربه حلوه جدا. بعديها سبت الشركه ديت و بدات بقى كشغل خاص. ف جالي بفضل ربنا شركه كبيره جدا في السوق، كبيره جدا يعني. الشركه دي انا قعدت شغال معاها 15 سنه يعني لحد فتره قريبه. فالشركه دي قالوا لي ايه احنا عايزين نعمل كامبين. فقالوا لي تكلفه البوستر قد ايه يعني. فانا كنت الاول خالص كان هم يجوا يطلبوا مني شغل، هم عملوا لهم شغل وبعتوا لهم، عملوا شغل وبعتوا لهم، لحد في الاخر الحمد لله ايه ما وافقوا على هياخدوا كامبين مني. فقالوا لي قول لنا التكلفه كام. فانا بقى اتعلمت بقى يا باشا انت بتتكلم في ايه. فقلت لا انا لازم ادرس اعرف الاسعار عامله ازاي، اتحرك ازاي، اروح فين، اجي منين. الكلام ده في 2010 تقريبا 2011 حاجه كده. برضه بنتكلم في رينج الجنيه الذهب ب 2000 جنيه يعني. فقعدت اسال النطاق المحيط بيا تكلفه البوستر ده قد ايه. انا فاكر كويس قوي ساعتها انا بقول لهم انا 50 جنيه رضا بالنسبه لي، انا حلو قوي. وده طبعا غلط لان طريقه التفكير دي غلط، بس الناس كتير جدا وهم بيبتدوا الشغل بتاعهم بيفكروا بالشكل ده. ف قعدت اسال يمين شمال يمين شمال. فكان متوسط الرقم اللي انا سمعته كان 500 جنيه للاعلان، ما عدا مديري في الشغل القديم قال لي 5000 جنيه. فانا قلت 5000 جنيه كتير قوي يعني، كتير كتير يعني. ما وانا خايف طبعا ايه الشغلانه تروح مني. ف المهم لا انا بالنسبه لي 500 جنيه ده ايه رضا بس. و هيفصلوا معايا ننزل مثلا ايه 400 زي الفل. فانا مرتب اموري اصلا يعني. انا المره دي غير المره الاولانيه، انا مش عارف السعر، لكن المره دي لا انا مرتب السعر فعلا. ف انا قلت انا برضو يعني ايه محتاج اعرف، بحاول باي طريقه من الطرق اعرف منهم هم يقدروا يدفعوا كام. انا فاكر كويس قوي انا قعدت يعني اروح واجي مع البنت كان اسمها نهال ربنا يبارك لها يعني. دي معزه خاصه عندي يعني، هي اللي دخلتني الشركه دي وانا بعتبر ان هي يعني ربنا جعلها سبب فتحه خير عليا يعني. ازيك يا نهال. ف فراح قعدت معاها يمين شمال يمين شمال. انا خلاص مسستم اموري ان انا هاخد 500 جنيه في تصميم الاعلان دوت. فاحاول معاها يمين شمال يمين شمال. المهم فراحت ايه، راحت هي قايله لي ايه احنا في عندنا ايجنسي عامله شغل تحفه وطالبين في الاعلان 10000 جنيه، انت بقى عايز كام؟ انا اخدت في وشي صار ايه 10000 جنيه ده انا عايز 500 جنيه. وايه وانت عايز كام اللي هي اساسا انا ما استحمل مش ما يعني انت لازم ترد دلوقتي، ما عنديش فرصه ان انا ارد. ف... فروحت انا اللي في دماغي كام 500 جنيه. فروحت قايل ايه يعني قلت لا 1500 جنيه. قالت لي يا ايه ده انتوا اسعاركم رخيصه كده ليه؟ فقلت لها لا عشان انتوا اول مره نتعامل مع بعضينا وبتاع. بس وابتديت بقى اتعلم بشكل يعني التسعير بشكل مختلف وحسب جوده الشغل اللي انت هتقدمها للعميل بتاعك والاهتمام وتفاصيل اكتر في التسعير، مش مجرد ان انت بتحط سعر بس يعني.